مرحب بيكي. وفي البداية أنا نعم. حابب أنقل صورة الشعب المصري تجاه موقف قناة الجزيرة. الشعب المصري يرى أن قناة الجزيرة ليست تدعم غير الإرهاب في مصر. الشعب المصري يرى أن قناة الجزيرة تتحكم بموجب كشك على دولة الخليج اسمه طيب قطر، سيد حسن، يعني أنت معنا الآن، أنت مصر. تشارك معنا الآن. أنا أشارك معكم لنقل صورة ورأي الشعب المصري ونحن نرحب بمشاركتك. إذا أين المشكلة؟ وتوضيحها. إذا ونحن رحبنا بمشاركتك وطلبنا مشاركتك. وليس هناك مشكلة، وليس هناك مشكلة على الإطلاق. أنا بعرض الصورة كاملة من تداعيات الأحداث ومن موقف الشعب المصري تجاه قناة الجزيرة بالفعل، التي تحرض على العنف والتي تحرض على الجيش المصري وتدعم الإرهاب وفقا لمصالح غربية. لأن احنا في الفترة دي يعني مصر تتعرض لخطر رهيب جدا من قبل جماعات إرهابية تريد حرق الوطن وتريد تدمير الوطن وتعلي مصلحة شخصية ومصلحة رئيس للجماعة دون مصلحة الوطن، تعلي مصلحة مشروع سياسي دون مصلحة الوطن. في اللحظة اللي احنا فيها حاليا مصر بتواجه بشعبها وبجيشها وبشرطتها إرهاب واقع عليها بسبب هذه الجماعة الإرهابية. هل يستحق فض اعتصام كل هذا الثمن الباهظ الذي دفع أول أمس؟ سيدتي الفاضلة، هذا ليس اعتصام سلمي. نحن نكفي الحق الاعتصامات السلمية والاحتجاجات السلمية لكل أصحاب الرأي حتى لو اختلفنا في رأيهم، والدم له حرمة، ولكن هذه كانت بؤر إجرامية يتستر فيها بعض الخارجين عن القانون أمثال البلتاجي وصفوت محمد بديع، الذين يعملون لمصالح الأمريكان ويعملون لمصالح المجتمع الدولي ويعملون لمصالح الغرب بشكل من قتل المئات؟ من قتل المئات؟ من قتل هو من أراد تصعيد العنف المصري، ومن قتل هو من رفع المصرية وفوق الشعب المصري وأراد تنفيذ مخطط إما أحكم أو إما أحرق. يعني من قتل أيضا؟ أنا لم أفهم كلامك. من حرق قتلوا أنفسهم؟ يعني الإخوان قتلوا أنفسهم؟ خلينا نتكلم بكل وضاحة وبكل صروح وكل وضوح. اللي يفرح في عقاب مجلس الأمن ويطالبوا بالتدخل داخل مصر يبقى هذا الشخص غير وطني وخائن لهذه البلد. من طالب مجلس الأمن؟ اللي يفرح الإخوان المسلمين من دعا هو استراليا وفرنسا وبريطانيا. من رفض الحوار ولجأ للعنف وأراد هل أمريكا هل الإخوان هم من طلبوا الرئيس الأمريكي ليقطع إجازته ويدلي ببيان حول الشأن المصري؟ نحن لا نريد معونة من أمريكا ولا غير أمريكا. احنا مش عايزين معونة من أمريكا ولا غير أمريكا. أمريكا ومعونة أمريكا على جزمة الشعب المصري. أي حد هيتدخل في إرادة الشعب المصري يبقى على جزمة الشعب المصري. احنا بنقول إن الشعب ألم يحث وزير الدفاع ألم يحث أمريكا للتدخل؟ من دخل أمريكا بالشأن المصري؟ من دخل أمريكا هم الإخوان المسلمين اللي راحوا ارتزموا في أحضان أمريكا وارتموا في أحضان السفيرة الأمريكية. وزير الدفاع ألم يحث أمريكا على حث جماعة الإخوان المسلمين على الحوار والحل السياسي؟ ألم يطلب منه ذلك؟ رد على سؤالي رجاء. يا سيدتي الفاضلة، مؤسسة الرئاسة دعت لحوار وكان ممكن ترد على سؤالي يا أستاذ حسن؟ ممكن ترد على سؤالي؟ أنا أرد على سؤالك. مصر لها رئيس جمهورية اسمه عدلي منصور دعا لجلسة حوار وجلسة مصالحة وطنية دعا فيها الدكتور عمرو دراج، والدكتور عمرو دراج رفض وانسحب وما راحش الحوار وراح قعد مع السفيرة الأمريكية أم باترسون. يا أستاذ حسن يعني حوار وقيادات عن أي حوار تتحدث؟ وقيادات هذا الطرف معتقلين لهم دماء أريقت. سيدتي الفاضلة، رفضت المعارضة الحوار خلال فترة دكتور محمد مرسي، رفضته لأنها وصفت الدولة المصرية لن يلوى ذراعها من جماعة أو من تنظيم أو من أي كيان غربي أو من أي دولة تريد التدخل الواضح. الإخوان المسلمين بيقولوا إن هم بيدافعوا عن ثورة 25 يناير، والشعب المصري خرج يوم 30 يونيو لعودة ثورة 25 يناير التي سرقتها جماعة الإخوان المسلمين. نحن الآن نستكمل ثورة 25 يناير في موجتها الأعظم يوم 30 يونيو الأكثر حشدا والأكثر وعيا ضد هذه الجماعة المتطرفة
المتطرفه التي تريد حرق الوطن. ايه مبررهم في حمل السلاح ضد الجيش المصري، وايه مبررهم في حمل السلاح ضد الوطن؟ يا استاذ حسن، لو كان معهم سلاح كان سقط منهم حوالي وفقا لروايتهم 2000 اكثر من 2000 قتيل والاف المصابين، واذا حتى قلنا روايه وزاره الصحه 500 قتيل والاف المصابين. ما هي دي ازمه قناتكم وقناه الجزيره اللي بتبص مع حضرتك دي ازمه قناتكم وقناه الجزيره اللي ما بتبصش غير لمصالح الامريكان عشان خاطر دوله قطر. تمام. اللي ما راحتش صورت الجثث اللي طلعت تحت منصه رابعه، اللي ما راحتش صورت المشانق والاسلحه والذخيره الحيه والاوالي اللي مرفوعه في داخل ميدان النهضه وميدان الرابعه، اللي ما راحتش صورت الكنائس اللي بتتحرق، اللي ما راحتش صورت الجوامع اللي بتتحرق، اللي ما راحتش صورت الجماعه الارهابيه اللي عايزه تحرق الوطن. استاذ حسن، نحن صورنا ما وجدنا وصورنا الحقيقه التي وجدناها باعيننا. لا انتم طيب استاذ حسن، ما هي فعالياتكم حتى لا نخرج عن سياق الموضوع؟ ما هي فعالياتكم اليوم؟ دعوتم اليوم الى جمعه للجان الشعبيه، ما هي احنا بنقول ان الشعب المصري واقف ورا القوات المسلحه المصريه وبيدعم الحرب ضد الارهاب وكل من يعتدي على مقدسات الوطن وكل من يريد بهذا الوطن الخراب والدمار. ليس له مكان في داخلنا وليس له مكان وسطينا. احنا بنقول ان احنا هنعيش على ارض البلد دي مسلمين ومسيحيين ايد واحده وحاجه واحده. الكنيسه زيها زي الجامع، كلها بيوت ربنا. احنا بنقول ان مفيش اي داعي لاي حد ان هو يحمل السلاح في وشنا. احنا بنقول ارموا سلاحكم، انتوا ما بتدافعوش عن الاسلام بسلاحكم، انتوا بتختلقوا الفتن اللي ضد الاسلام بسلاحكم، انتوا ماشيين ورا قيادات فاسده اجرمت في حقكم واجرمت في حق الشعب المصري. احنا طالبين مشروع عداله انتقاليه حقيقي يحاسب كل من اجرم في حق الشعب المصري واخطا في حق الشعب المصري من بدايه ثوره 25 يناير لحد موجتها في 30 يونيو. انتوا بيضحى بيكم يا شباب الاخوان المسلمين، ارجعوا. وانتوا كقناه الجزيره بتسعوا لبث الفتن داخل مصر. لو قطر تقبل ان احنا نعمل قناه النيل للاخبار الضحى ونناقش قضاياها السياسيه وفسادها السياسي كقطر كنا هنعمل قناه كده. الجزيره تنقل الراي والراي الاخر، وما يؤكد على كلامنا انه حضرتك معنا الان وتتحدث بكل حريه. لستم تنقلون غير رأي الجماعات الإرهابية، وهذا واضح وهذا مدعوم من قبل الأمريكان. ومصر بتقول إن أي حد هيتدخل في مصر بتحترم جميع شعوب العالم. يا أستاذ حسن، أنا كررت عليك سؤالي أكثر من مرة، ما هي فعالياتكم لجمعة اليوم؟ رجاء نركز على هذا الموضوع. فقدنا الاتصال يبدو بأستاذ حسن